أنا كملكة جمال بحرص دايما إن أكون مميزة حتى في أدق تفاصيل حياتي، وعشان كده اخترت كافي بوخارست عشان هو كمان مميز وبيديني الخصوصية والراحة النفسية اللي بحتاجها. فإذا كنت من سكان الشيخ زايد وبتحب الاستمتاع في الجو عائلي فلازم تزور مطعم بوخارست. هناك هتلاقي أشهى الأكلات والاستمتاع بالجو العائلي الدافي. يتميز المكان بوجهة وديكورات داخلية مميزة، وهو مطعم وكافيه يقدم أشهى الأكلات والمشروبات المميزة، وفي نفس الوقت مخصص للتجمعات العائلية ولمة الأصدقاء. في كافي بوخارست نادرا لما تتأخر عنك الخدمة، فهم حريصين كل الحرص على تقديم خدمة سريعة لزبائنهم. بدأ المكان منذ سنة 2017 ولديهم حتى 9 فروع في القاهرة الكبرى بالشيخ زايد، في مول زايد، وأمريكان بلازا، ووسط البلد، والزمالك، والمعادي، والإسكندرية. خليك مع بوخارست، خليك مع الملوك. ومعاكم من كافيه وريستوران بوخارست فرع الشيخ زايد الشيف خالد الجبالي. معايا النهارده هيقول لي ايه مميزات بوخارست من حيث المكان، من حيث الاكل، وكمان هنعرف منه اكتر عن فروع بوخارست. شيف خالد ازيك، عامل ايه؟ ازي حضرتك يا فندم؟ اهلا وسهلا بحضرتك. قول لي ايه المكان الحلو، المكان الحلو الجميل ده قول لي بقى ايه اللي بيميزه؟ طبعا المكان ما شاء الله روعه، بس انا عايزه اعرف دلوقتي انا علشان اجي اكل هنا ايه اللي يخليني اخرج فعلا مبسوطه وعايزه اعيد التجربه مره تانية؟ الخدمه هنا كويسه جدا، المكان واسع، عندنا كيدز اريا في فرع زايد من اوسع الفروع اللي عندنا في الشركه. بمناسبه الفروع احنا اساسا يعني 16 فرع على مستوى القاهره واسكندريه والمنصوره، وكمان هتفتحوا قريب في بني سويف، يعني هتاخدوا الصعيد ما شاء الله. في كيدز اريا قلت لي اني موجوده هنا في الفرع، وعندنا فروع كتير قوي فيها كيدز اريا. عندنا التجمع في الجنوب في كيدز اريا، وعندنا فرع المهندسين برضو في كيدز اريا، وعندنا فرع المنصوره في كيدز اريا. طب بما اننا جبنا سيره الاطفال بقى، عندكم وجبات خاصه بالاطفال؟ طبعا عاملين كذا وجبه للاطفال، بحيث انت عارفه حضرتك الطفل هو اللي بيبقى دايما هو اللي بيجيب والدته، والده هو اللي بيشدهم، فانا عامل لهم كذا وجبه كده ليهم هم. طيب كلمني اكتر بقى عن الاطباق هنا بشكل عام، انتوا بتقدموا ايه؟ احنا والله عاملين كل الاذواق، احنا عاملين منيو فرايتي في كل حاجه، مكسيكي، ايطالي، شرقي، غربي، كل حاجه موجوده، ستيكات، ساندوتش حتى بكل انواعه، برجر، زنجر، كل حاجه، كاساديه، مكسيكي، كل حاجه موجوده عندنا. عاملين يعني في يعني منيو انترناشونال، يعني انت قلت لي في احنا فكره بوخارست الاول كانت قايمه على الكافي، واحنا الحمد لله جينا طورنا فيها شويه وعملنا فيها كيتشن كويس، وابتدينا نحط ايدينا على الكيتشن في اكلات معينه، وبعد كده طورنا الموضوع اللي احنا بقينا فرايتي في المنيو، من اكل مكسيكي لايطالي لفرنساوي لساندوتش. عظيم. طب بما اننا هنا في فرع الشيخ زايد، قول لي بقى ايه اللي بيميز فرع الشيخ زايد عن اي فرع تاني؟ والله فرع الشيخ زايد ان هو واسع ما شاء الله، بيميز ان هو بياخد كل الاعمار السنيه اللي موجوده، شباب، عائلات، اطفال، كله بياخد ده، والفرع الحمد لله بيشيل ده، الحمد لله رب العالمين. عظيم. يعني انتوا دلوقتي نقدر نقول ان انا لو هدخل هنا عندي المنيو في فراخ، في تشيكن يعني في لحمه، في سي فود. في سي فود طبعا، انا زي ما بقول لحضرتك عندي فرايتي في المنيو كله، كل الاذواق عندي. احنا عملنا ده وخصصنا فيه بحيث ان احنا نلاقي الجسم اللي يخش عندنا يلاقي كل حاجه هو عايزها، من سي فود، من بيف، من تشيكن. يبقى انا دلوقتي معايا المنيو بتاع بوخارست، تمام، انا هفتحه اهو. خلينا بقى
من اول السلطه. خلي الشيف يقول لنا كده باختصار عشان المنيو طبعا طويل جدا ما شاء الله، بصوا يعني كتير قوي، فخلي الشيف يقول لي كده باختصار المنيو ده بيحتوي على ايه. بمناسبه المنيو ده عايز اقول لحضرتك بس حاجه، ان احنا بوخارست بقى لها 5 6 سنين في السوق. احنا المنيو ده تالت منيو، احنا كل مده بنغير المنيو خالص كلي من ايتم لكل حاجه. احنا نبدا من المنيو، عندنا شرب، عندنا اول حاجه فطار، والحمد لله بنعمل فطار انتركونتيننتال والانترناشونال وشرقي، يعني كل الاذواق موجوده حتى في الفطار. عندنا السوب، الشرب عندنا عندنا شرب كريمه وشرب عاديه، وعندنا سلطه غربي وعندنا سلطه شرقي. عندنا الابيتايزر بتاعنا شرقي وغربي برضو. برضو كده بقى بندخل على الاطباق الرئيسيه بقى. احنا قلنا بقى في كل حاجه، في باستا وفي رايز وفي تشيكن وفي ميت وفي كل حاجه. ساندوتش، في بيتزا. في بيتزا. انا بقول لحضرتك ايطالي ومكسيكي فرنساوي، فاهمين؟ الحمد لله في فرق كتير. لا عظيم جدا جدا. ولسه معاكم فرع بوخارست الشيخ زايد، ومعايا دلوقتي استاذ هاني العربي مدير الشركه كلها، فطبعا عنده معلومات كتير جدا عن بوخارست. فهنساله اول حاجه، يعني ايه بوخارست؟ ليه سميتوه بوخارست؟ بوخارست دي عاصمة رومانيا، وكان اسم يعتبر يعني رنان او هيتداول بسرعة، وفعلا هو كان جزء من نجاح بوخارست ان الاسم سهل وخفيف والناس حبته او رددته بسرعة. يعني هو فعلا اسم لطيف جدا، بس عايز اعرف برضو اشمعنى رومانيا؟ احنا كنا بادئين المنيو بتاعنا، المنيو الفود بتاعنا، ان هو فيه كان جزء كبير من الاكلات الروماني، بس طبعا مع الوقت ومع الابجريد غيرنا اكتر من مره فيه، وحاليا دلوقتي بقى المنيو انترناشونال وفي صنف او 2 من الاكل الروماني. حلو جدا. واحنا دلوقتي بصدد افتتاح الفرع ال18 لبوخارست، وهناخذه فين بقى المره دي؟ منطقه ايه؟ المفروض ان شاء الله احنا البلان بتاعنا ان احنا ان شاء الله في خلال النص الاول من 23 ان احنا نوصل ل 25 فرع ان شاء الله. البلان اللي جايه العاصمه الاداريه باذن الله، طبعا كلنا بندعم سياده الرئيس السيسي واقفين معاه وفي ظهره، فان شاء الله متوسعين في العاصمه الاداريه، لنا 6 اماكن ان شاء الله هناك هنفتحهم في خلال 23 باذن الله. ومدينتي والرحاب، المفروض ان الرحاب في ايام قليله ان شاء الله يكون موجود، او الافتتاح بتاعه بني سويف، وبعد كده ان شاء الله العاصمه الاداريه باذن الله. يعني الفرع ال18 باذن الله بني سويف، وبعد كده 6 فروع في العاصمه الاداريه ما شاء الله. طيب بما ان النجاح الكبير ده بقى، انا عايزه اعرف البدايه كانت ازاي ومنين؟ والله البدايه كان باشمهندس احمد نور، وكان عايز يعمل بيزنس خاص لنفسه، وعايز يعمل فود اند بافرج حاجه كويسه ويلاقي قبول عند الناس، فابتدى افكر في الاسم في الاول في العلامه، والحمد لله لقيت صدى كويس عند الناس، فابتدى بقى الانتشار من هنا. يعني فكره الانتشار بتاعته ان هو ما يبقاش، احنا كان اول فرع لينا في الزمالك، منطقه الزمالك بس، والحمد لله توالت الفروع لحد ما احنا دلوقتي الفرع ال18 ان شاء الله. ما شاء الله. طيب من الزمالك بقى للفرع ال18، انا عايزه اعرف سر نجاح وانتشار بوخارست. القصة كلها الأكل بتاعنا الحمد لله، يعني لو ينفع نقول رأينا فيه إن هو ذوقه كويس، أسعار كويسة، البافرج بتاعنا برضو كويس وأسعاره كويسة، وأول حاجة بيدور عليها العميل إن هو ياكل أكل كويس أو درينك كويس يشربه بأسعار مميزة، والحمد لله إحنا الخليط ده محافظين عليه من أول ما فتحنا لحد وقتنا هذا. طب وبمناسبة ارتفاع سعر الدولار، أنا عايزة أعرف أنتوا المكونات بتاعتكم مستوردة ولا محلية؟ ما نقدرش نقول كلها 100% مستورده او محلي، يعني انا حتى لو في حاجه مستورده وعطلانين عليها بنحاول نلاقي برودكت تاني مصري كواليتي كويس بنشتغل بيه كبديل، كنوع من برضه المساهمه ان خفض الاستيراد او ازمه الدولار يعني. لكن مش هتغلوا حاجه على الزبون؟ لا والله المنيو زي ما هو، انتوا ممكن تراجعوا نفسكم يعني زي ما هو الاسعار ما تقلقوش. طيب لاحظنا في الفترة الأخيرة دي إن حصل حدث كده خاص ببوخارست، وهو مشاركته في مسابقة ملكة جمال العرب مصر. كلمني أكتر عن الأسباب اللي دفعت بوخارست لأنه يشارك في مسابقة ملكات جمال، يعني أكل ملكات جمال. قولي كده إيه العلاقة أو ليه خدتوا الخطوة دي؟ خدنا الخطوه دي، حضرتك عارفه طبعا الاكل اذواق، ودايما احنا كشعب شرقي او المصريين عموما ذوقهم كويس في حته الاكل، واكيد برضو ذوقهم كويس في حته ان هم يختاروا ملكه الجمال، فاكيد في عنصر مشترك ما بين الاثنين ان انت بتدوري على الحاجه الكويسه والحاجه الجميله بس. فقلنا نخش ونساهم معاهم ونبقى متواجدين في الفاينل ان شاء الله كبوخارست، وزي ما انتم بتختاروا برضو ذوقكم الحلو ملكات الجمال، اكيد هتختاروا اكلنا كويس باذن الله.
باذن الله. طيب برضو عايزه اعرف ليه اخترتوا تشاركوا في الفاينل اللي هيكون مكون من 15 دوله عربيه؟ احنا حابين ان احنا نقدم الاكل بتاع بوخارست الشرقي اللي احنا مميزين بيه كجزء من المنيو لقطاع كبير، واخواتنا او البنات المشاركات العرب في المسابقه ان هم برضو اكيد ذوقهم كويس وذوقهم يهمنا ورايهم يهمنا في الاكلات بتاعتنا المميزه في بوخارست، سواء الاكل الشرقي او الاكل الانترناشونال عموما يعني. بوخارست هيدوق بنات العرب الاكل المصري ولا هنروح بقى نقدم لهم اكل يوناني واكل ايطالي واكل؟ هندوقهم المصري الاول وبعد كده هندوقهم الاكل الروماني. بس انا يهمني يدوقوا المصري. اكيد طبعا ده لازم في الاول الاكل المصري ده لازم. هيتبسطوا قوي اكيد. لا ما تقلقيش، كل الاكل المصري موجود هناك وكل الطواجن اللي بتحبوها هتبقى موجوده ان شاء الله. بوخارست قصه نجاح كبيره، بنتمنى له دايما يوصل لاعلى ومن نجاح لنجاح، وباذن الله 2023 تبقى خير عليكم وتحققوا التارجت بتاعتكم، وبعد 2000 باذن الله، وبعد 2023 دايما نشوف بوخارست بيغزو مصر كلها، لان فعلا حاجه ايكوال او بتعادل قوي بين الجوده الكويسه، بيشتغل بمنتجات محليه الى حد ما، بلس ان هو اسعاره في متناول ايد الجميع. حتى في المنطقه الواحده بنلاقي اكتر من فرع، يعني زايد فيه 3 فروع حقيقي فعلا، عشان الحمد لله انت عارفه برضو القطاع بتاع زايد كبير، فبنخدم المناطق بتاع زايد كلها، والحمد لله كل الفروع الحمد لله في قبول على الفروع بتاعتنا في خلال منطقه زايد، والمعادي برضو فيها فرعين، منطقه المهندسين فيها فرعين، منطقه الزمالك فيها فرعين. فالحمد لله لما بنفتح فرع في مكان او في منطقه بيبقى في قبول، وزي ما حضراتكم بتشوفوا في الكاميرا بيبقى المكان فيه زحمه وكده، فبنضطر ان احنا نفتح مكان تاني عشان نخف الزحمه على الفرع اللي احنا متواجدين. ما شاء الله، يا رب دايما يبقى فيه زحمه ودايما بنفتح فروع، وبنتمنى لكم كل التوفيق وبنشكركم جدا، ومستنيين بقى ندوق الاكل المصري اللي على اصوله. بشكر حضرتك جدا. ميرسي لذوقك. ميرسي.